بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اسمي عمر السيد مصطفى درويش. أنا خريج كلية أصول الدين، وبطاقتي معايا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اسمي عمر السيد مصطفى درويش. أنا خريج كلية أصول الدين، وبطاقتي معايا. أكمل؟ عينيا، حاضر. أنا إرهابي، متطرف، مجنون. مجنون. اتقبض عليا في الجامع وأنا بصلي. لا، قصدي وأنا بدعو للإرهاب وقتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق. أنا اسمي الحقيقي مش فاكر. هما هنا بيدولي كل يوم باسم جديد، كتر خيرهم. لما جيت هنا قالوا لي إن هما لقوني نايم في الشارع وإن البوليس قبض عليا وجابني هنا، كتر خيرهم برضه. ما لقوش معايا بطاقة وعرفوا إن أنا فاقد الذاكرة. أنا صحفي ومذيع في أحد القنوات الفضائية الخاصة. أنا مش ضد الحكومة، أنا ما بخافش إلا من السيد الرئيس، ربنا يخليه لنا. السادة الأفاضل بتوع مباحث أمن الدولة استضافوني عندهم من فترة طويلة كده، قالوا لي يا عصومة اوعى تقول كذا أو كذا أو كذا. الناس دول يا جماعة ليهم جميل في رقبتي مش هنساه أبدا. بعدها بفترة وأنا بقدم البرنامج بتاعي على الهوا نسيت وقلت كذا وكذا وكذا. أنا اسمي توفيق أبو خضرة، رجل أعمال لما كان ليا أعمال، وفلوسي لما كان ليا فلوس جزء منها راح لما الاقتصاد وقع بره، والجزء التاني في أرضي لما كان ليا أرض خدوها مني الجماعة إياهم، اتفقوا مع عيالي وحجروا عليا، قالوا عليا مجنون وجابوني هنا. أنا عبد السلام المندوه، مدرس تاريخ، مرتبي 480 جنيه في الشهر. عندي 5 أولاد، لا 4، لا 5. لفقوا لي تهمة، قال إيه بتكلم في السياسة وبحرض الأولاد في الفصل. أنت يا أستاذ عبد السلام بتتكلم في السياسة ولا في التاريخ؟ يا فندم السياسة هي التاريخ والتاريخ هو السياسة. الله، واحنا كتب التاريخ بتاعتنا فيها حاجات كتير لازم تتغير. قال انت باين عليك اتجننت. ما جريتش بنفسي، رحت سفخه بالقلم على وشه هو وكل اللي قاعدين في الأوضة، وجابوني على هنا. اكتشفت ان انا ما عنديش اولاد. أنا اسمي بسطاوي الفيومي من مركز تهاني كفر دعازي. بس أقول لكم على حاجة الجنان حلوة أوي. عقيد شرطة أحمد البسوسي، ده اسمي، مسؤول من المسؤولين عن أمن البلد الداخلي، وجاي ارتاح هنا حبتين. اوعى تقول مجنون، فاهم؟ اوعى، ده شيء مرفوض. أنا بس أعصابي تعبت حبتين بعد مظاهرات المحلة الأخرانية دي. هجموا على المتظاهرين، زعقت قعدت أزعق 4 أيام. حتى مراتي كانت معاهم، ولو انها ما نزلتش المظاهرات لكن كانت معاهم، كانت ضد مصلحه البلد. حاولت اقبض عليها، منعوني، وللاسف اولادي والجيران انضموا للتنظيم. بس اسيبك، كلها كام يوم وهيتم اعتقالهم جميعا. مصر قويه بينا، احنا اللي شايلينها على راسنا، احنا اصحابها وهنفضل دايما اصحابها، واللي مش عاجبه يروح. انا قاعد. ايه ده؟ اللي خلاهم يجيبوا المحطة المندسة دي؟ لا ده مش بيحصل في مصر، ده مستحيل. أنا شامم ريحة أخبار. العلم الأحمر في اسود ده بتاع إيه؟ علم مصر،
كنت برفعه كل يوم الصبح في المدرسه. مؤامره مؤامره. اكيد يا جماعه اتحركت. الله يخرب بيتك ولا البلد. لا اله الا الله، ما انا واقف جنبك اهو. حرام عليك، الناس دول مش شبه، دول شبه انا. يا جماعه اللي بيحصل في الميدان ده شيء غير طبيعي. احنا عمرنا ما شفنا مظاهره بالحجم ولا بالشكل ده. النهايه، وهي الحاجات دي فيها فلوس؟ ثوره، التاريخ بيعيد نفسه. الشعب يريد اسقاط النظام. اخبار الشعب يريد اسقاط النظام. الفلوس لازم يعيد ثوره. اعتقلوهم، امسكوهم. الشعب يريد اسقاط النظام. يريد اسقاط النظام. نظرا للتأثير السلبي لما يعرض على الشاشة، قررت إدارة المستشفى قطع الإرسال. اشباح، قلت في رب. ده احتلونا ولا ايه؟ انتوا احتلتونا ولا ايه؟ الحكايه واضحه زي الشمس. دي مش مظاهره ولا حاجه، دي جماهير الاهلي بس بتعترض على حكم المباراه. لا مؤاخذة يعني يا اخوانا، هو يعني ايه النظام؟ النظام هو نهايه الحكم، سياسه الحاكم. ايوه عرفتك انت مين دلوقتي وعمال فقد الذاكره. ده انا هعتقلك. يا اخي حرام عليك، سيبه ده صغير، اسكت ما تتكلمش خالص. لا مش هسكت. والشعب يريد اسقاط النظام. ثوره ثوره. الشعب يريد اسقاط النظام. يريد اسقاط النظام. يا رب اعينهم يا رب. نظرا للتأثير السلبي للأصوات من الخارج، فقد تقرر غلق الشبابيك لحين إشعار آخر. الرئيس سيلقي كلمة بعد قليل. الرئيس سيلقي كلمة بعد قليل. الرئيس سيلقي كلمة بعد قليل. الأخوة المواطنون، الأبناء شباب مصر، أقول من جديد أنني عشت من أجل هذا الوطن، حافظا لمسؤوليته وأمانته. ستبقى حتى أسلم أمانتها ورايتها. هي الهدف والغاية والمسؤولية والواجب، بداية الأمر ومشواره ومنتهاه، وأرض المحيا والممات. بيان عاجل بعد قليل. سادتي وسادتي، نقدم لحضراتكم الآن بيانا هاما من رئاسة الجمهورية. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المواطنون، قرر الرئيس محمد حسني مبارك تخليه عن منصب رئيس الجمهورية، وكلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإدارة شؤون البلاد، والله الموفق والمستعان. مش ممكن، ده حلم ولا علم؟ مستحيل يكون ساب الحكم. احنا نمنا قد ايه؟ ها؟ نكون شايلنا سنين طويلة زي بتوع أهل الكهف؟ الله أكبر! يا ابني يمشي ازاي؟ انا مش مصدق. لا صدق وكلكم تصدقوا. انا شفت كل حاجه امبارح وانتوا نايمين. دي ثوره شباب.
الرئيس مشي واحنا انتصرنا. انتوا مين؟ احنا الشباب. ايه مش واخد بالك مننا؟ ده حتى كانوا قاعدين معانا هنا امبارح ورحنا التحرير وطلعنا كمان على مقر الرئاسه. معقوله؟ انا مش مصدق. بس ازاي ده حصل بس واحنا كلنا كنا موجودين هنا؟ أيوة. يا جماعه الارواح بتتلاقى. الراجل اللي واقف ورا البيع اللي بيقول ان الريس اتنحى دي بيبص لنا كده ليه؟ خلاص ده وقت يا جماعة أخبار أخبار أخبار. ومتهيألي إن أنا اللي تنبأت باللي بيحصل ده. الحكايه دي فيها فلوس ولا ايه؟ يا اخي ما تنبرش، بكره العلاوات تنزل ترف. تهنئ إدارة المستشفى السادة النزلاء بنجاح الثورة، وسوف يتم فتح إرسال التلفزيون باستمرار ولن يتم غلق الشبابيك، ونتمنى لكم إقامة سعيدة. من النهارده ومن اللحظه دي الاوضه دي هتتقسم، اللي عايز يبقى مع الثوره يجي ينضم لنا، واللي مش عايز الثوره يروح هناك. انضم لكم؟ انتوا مين؟ احنا مين؟ احنا شباب الثوره. هو انت مش شايفنا؟ لا. سائر وده غالب ودي فايزه وناصر. هم واقفين دلوقتي؟ طبعا. انا معاكم اخوكم عمر. انا هقف وراكم عشان ما نضايقش الجماعه. وانا كمان معاكم يمكن فيها فلوس. وانا كمان. وانا مصدقك. وانا رامي. اللي بيحصل ده الى اداره المستشفى. احنا لينا طلبات واولها الديمقراطيه، يعني احترام الراي والراي الاخر، بس الاول راينا هو اللي يتسمع. تحيا مصر! 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 انا عايز نفتح صفحه جديده مع بعض. احنا بقالنا كتير عايشين في اوضه واحده، خلاص بقينا زي بعض. فكوها. مفيش صلح الا بعد الاعتراف. اعترف بايه؟ انا ظابط. فوقيا مين ظابط؟ لو ما نفذتش الاوامر هتحاكم واتحبس. اوامر؟ والاوامر كانت بتقول لك افتري على خلق الله؟ فلوسنا راحت فين؟ ما عرفتوش ان التاريخ هيعيد نفسه؟ لقد ولدتنا امهاتنا احرارا ولن نعتقل بعد اليوم. ولا فالحين بس تغمضوا عينيكم على الحراميه الكبار؟ وأنا كنت بذيع كل الكلام ده في البرنامج بتاعي. وحصل بس انت وهو ايه؟ ملايكه خلاص قاعدين قدامي، كل واحد فيكم هنا مذنب بس مداري بتكن. طب هنعترف بقى، نعترف كلنا متفقين. حلو، يبقى كل الكلام اللي هيتقال ده أنا هسجله وحصري. بالظبط، حصري وعلى الهوا. يا ربي، هو انا غلطت؟ طب انا غلطت في ايه؟ ادام انا مبسوطه وعاجبني يبقى اللي مش عاجبه ينفلق. وانا عملت كده عشان مين؟ مش عشان انا انبسط. خلاص انا مبسوطه. طب والله حلو ولايق عليا كمان. انا اضرب نفسي بقى من اي حد. هما يعقدوني في عيشتي ليه؟ يا بنتي يا بنت الكلب، هو كان شعري ولا شعري حد غريب؟ بقالك اسبوع بتبحلقي في المرايه. يلا يا قوشه، النهار خلص وانت لسه يوه ما يما. خرجتيش. بسم الله الرحمن الرحيم. ما قلت لك يا بنت ما تخرجيش عليا براسك مكشوفه بتخاض. يما انت مش هتبطلي نوري عليا. طب يا ست هند رستخ، الكوبايات عندك خديها. يما هم كلهم ضاربين شعرهم اصفر. دوك اصفر. انت ده لا حلت عدس على شعرك. ما قلت لك البت مرفت الكوافيره دي حمار. لو خدت منك شيء وشويات جت قولي لها انتوا الاثنين. اهو يما باين منه حاجه. طب يا اختي ما تتاخريش عشان تلحقي المسقعه. هعمل لك حله مسقعه يا بنت هتاكلي صوابعك وراها. ماشي يما. لا اله الا الله محمد رسول الله. يكونش الشيخ اللي طلع في التلفزيون امبارح عنده حق، وان ربنا هيودي اي حد يعدل في خلقته في 60,000 داهية. يعني انا هروح في 60,000 داهية؟ طب انا كل اللي عملته اني صبغت راسي،
كل الناس بتصبغ، ده الريس ذات نفسه بيصبغ، جاتش عليا انا يعني؟ يا بنت من هنا، يلا يا بنت. ليه كده يا رمضان باشا؟ انا لسه ماشيه حالي وكل اللي معايا 2 جنيه اهو. يا بنت قلت لك قومي من هنا. خلاص بقى ما تزعليش، ساعه ولا 2 كده وارجعي فريش تاني، وهعمل لك خصم النهارده هاخد 10 جنيه بس. خلاص؟ وايه اللي انت عاملاه في شعرك ده يخرب بيت امي؟ ما ينفعش الولاية دي تقص لي حتة كده من شعرها، هديها لبنت الكلب ميرفت عشان تظبط اللون بدل العك اللي هي عكاده. هو ده الأصل صحيح. انت عايشه كويس، انت عايش كويس، مستنيين ايه تاني؟ هيحصل اكتر من كده. تغيير، حريه، عداله اجتماعيه. 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 تغيير، باطل 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 باطل. حسني مبارك باطل. جمال مبارك باطل. مجلس الشعب باطل. مجلس شورى باطل. حبيبي العدلي باطل باطل باطل. الحزب الوطني باطل. حسني مبارك باطل. اختي جدع وراجل مش خايف يتشد. لو النصبة كانت شغالة كنت عملت له كوباية ينسون عشان صوته يجلجل كده. باطل 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 باطل. الحزب الوطني باطل. يا حرية فانك فانك. يا حرية فانك فانك. أمن الدولة بينا وبينك. أمن الدولة بينا وبينك. أمن الدولة كلاب الدولة. 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 يا حرية ما تخافوش. اطلع بيها شحطة. لا مش كده على شهادك يا غبي. سلمية 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 سلمية.
هو انا لو مت دلوقتي هموت شهيدة وربنا هيدخلني الجنة ولا هيحاسبني عشان غيرت في خلقته؟ انا بس كنت عايزة يبقى شكلي حلو عشان اتجوز. سامحني يا رب، عديها لي. مش عايزك تنسى اسمك خالص، كأنك اتولدت من جديد. انت بقيت نمرة 19. أول ما تسمع 19 تقوم تقف على طول. ما سمعتش انت نايم في فرشتك وشك في الحيطة ما اسمعلكش نفس. وعايز افهمك حاجة، حياتك في الغمامة اللي على عينيك دي، ما تتحركش عن عينك مليمتر واحد. وعايز اطمنك، انت لو مظلوم مش هتستنى عندنا. ليه بقى؟ لأن مفيش مظلوم بيستنى عندنا. انت شايل كليه؟ ايوه. هنا بنتكلم كده، صوتك ما يعلاش عن كده. مفهوم؟ مفهوم. قول لي بتاخد ادويه ايه وكم مره في اليوم؟ باخد واندرين مره بعد الفطار ومره بعد العشاء. وكيبوترال 3 مرات في اليوم. انا هبعت لك واحد يديك الادويه في مواعيدك. يلا اللي بعده. اتحرك يا معتاد! اتحرك! هتتعب معانا شوية. عايزين نسجل بيانات اسمك بالكامل، واسم امك وابوك واخواتك ونسوانهم وعمامك وعماتك وخالاتك وولاد عمك ونسوانهم، يعني كل عرس له صلة دم بيك. عايز اعرف بيشتغل ايه، بينام على انهي جنب. فهمت؟ فاهم. مش سامعك. انتوا مش قلتوا الكلام هنا وشوشه؟ ليه؟ مرافقني ايه ابن العرس؟ الكلام ده بره في الصالة، ولا اقوم احط لك حاجة في زورك اخشنهولك. اسمك بالكامل ايه؟ عصام بقى يوسف الشمسي. عمتك الكبيرة عندها 9 عيال والصغيرة عندها 7. ما شاء الله. انت مش لسه قايل ان فاطمة حسن لطفي دي تبقى بنت عمتك؟ ايوه. طب ازاي بقى تتجوز ممدوح ابن عمتك؟ ما هم ولاد عم يا منصور. هتتجوز اخوها؟ ده ممكن بقى يبقى ولاد عم او ولاد خالة. ولاد خالة. انت عندك كام بنت عم متجوزة كام ابن عم؟ 5. انت متوضي؟ لا. مش عايز تصلي؟ متشكر. يا ابن العرس، اسمعني كويس، مفيش حد يعرف انك هنا ولا الوزير نفسه. يعني انت مش موجود، ولو مت في ايدينا مش هندفنك، هنحطك في حوض كيماويات في الاوضه اللي جنبنا ليله. الصبح احنا نفسنا مش هنلاقيك، لا عظم ولا اسنان ولا حاجه خالص. ممكن افهم من هنا ليه؟ ما تتكلمش يا معتاد ولا ما توجه لك السؤال. ما تمدش ايدك عليه من غير اذن مني. عصام انت في موقف اخطر مما تتخيل. انسى تجدير الامن العام والتظاهر بدون تصريح واثاره البلبله. ده بونبوني. دي تهمه محاوله قلب نظام الحكم، تعريض امن البلاد للخطر، المساس بالامن القومي، وده كله كده اعدام.
مدير مبيعات شركة انتل ميدل ايست. انتل ميدل ايست. انتل دي الشركة اللي أنا بشتغل فيها. ميدل ايست ده الحيز الجغرافي اللي هو الشرق الأوسط اللي أنا بغطيه. انت يا عصام دخلت وخرجت مصر اكتر من 20 مرة اخر 3 شهور. أنا مدير مبيعات الشرق الأوسط. حضرتك بديهي جدا إن أنا أسافر في كل حتة في الشرق الأوسط. بص يا ابن الاحمر، تعالى دغري لا اقلبك مش مرة، اقلبك مومس بالدول. ايه يا انتل دي؟ انتل دي شركة بتعمل البروسيسورز بتاعت الكمبيوتر في كل العالم. السيم كارد اللي في تليفونك مكسور ليه؟ انت كنت عارف انك جاي مش كده؟ لا. واللابتوب بتاعك فين؟ ما عنديش لابتوب. ما بص انت عايزني اهينك. انت راجل محترم مهندس وشغال في شركة انتل وما عندكش لابتوب. الايبود ده مش المفروض عليه مزيكا؟ كل اللي عليه شخصيات اجنبيه بتتكلم وبتشرح زي ندوه او خطه كده. لبست تخابر وكده برضه اعدام، يعني بقوا اعدامين. ده كتاب على المالتي ميديا بس الكتروني. بص يا حسن، انا مش هقولك مين اللي ضحك عليك. انت اكيد مقتنع تماما باللي انت بتعمله. القناعه دي هي اللي هنتكلم فيها. يا عصام انت عارف ان مصر مرصوده، والشباب الحلوه اللي زيك اللي راكبه النت طول الوقت هم افضل هدف يلعبوا عليه ويجندوه لتدمير مصر. احنا مش بنحب مصر عشان النظام ده زائل، انما دي بلدكم انتوا، مستقبلكم مستقبل عيالكم. مين معاك في القيادة؟ قيادة ايه؟ قيادة ايه؟ هجيبهم لك. ما هم مرميين في الزنازين اللي جنبك، عملوا فيها ابطال وهروا في الاخر. الفكر ده مش مصري يا عصام، الفكر ده مش مصري. ازاي تتحركوا في 8 محافظات في نفس الساعة بنفس الهتافات وكلكم في نفس السن؟ مش هنسيب مصر تضيع يا عيل يا مشخة انت وهو. عاملين ابطال ودين امي لعلك يدي بيها انت وهو تشوف عذاب عمرك ما شفته. المعتاد 19 اقف. كل يا معتقل، رز وخضار ولحمه، اكل زي الفل على ضمانتي. كل ايه يا عصام؟ مالك؟ ما بتاخدش الدواء بتاعك ليه؟ تعليمات ان احنا ندخل الحمام مرة واحدة في اليوم. وانا لما باخد الدواء لازم ادخل الحمام كتير. 19 يخش الحمام وقت ما هو عايز. وحياة بناتي، اخوي الصغير قدك وشبهك كمان، وانت بالذات نفسي اروحك، بس ساعدني عشان اساعدك. في حاجة كده محيراني يا ابو عصام. هي الدول العربية 21 ولا 22؟ بقوا 23. يا راجل متأكد؟ ولا تحب تستعين بصديق؟ تستعين بمين يا عصام؟ تستعين بمين؟ يمكن واحد من زمايلك اللي مشرفنا. انت ليه ما قلتليش انك رحت صربيا؟ ها؟ اسف. ما اعرفش. ما سألتنيش. لسانك ده يا عصام هو اللي حطك في المشاكل اللي انت فيها. طب وحياة بناتي يا عصام ما كنت احب لك كده، وخصوصا اني متاكد انك هتخرب كل حاجه. قوم اقف يا معتاد! هسألك سؤال اخير، ساعدني. نتوقع ايه بكره؟ العدد قد ايه؟ 200,000؟ كلمني على القاهرة والجيزة. 600,000؟ زي ما انت خايف على زمايلك انا خايف على زمايلي كمان. الظباط لو اتزنقوا يا روح ما بعدك روح.
يا ابني تعبتني. ايدي اتفكت يا ابن العرس. طب والله العظيم انت صعبان عليا. اعترف وخلص نفسك، الباشا مش هيرحمك. عملت فيه ايه يا حيوان؟ والله محاكمة تأديبية يا كلب. ازاي تمد ايدك عليه من غير اذن مني؟ ها؟ اخونا عصام ده حر. لا عيب. افتكرتني همشيك صح؟ بقى فيسبوك وتويتر وجامعة أمريكية والشعب يريد إسقاط النظام. الشعب يريد إسقاط النظام. الشعب يريد إسقاط النظام. الشعب ما فيش إبداع. يوسفني يا عصام أقول لك إن اللي طلع 600,000 مات منهم 2800 بني آدم. 2800 و60 ظابط. أنا قلت لك يا عصام الظباط في الآخر بني آدمين. لما يلاقوا 100,000 ابن متناكة زيك بيهجموا عليهم يعملوا إيه؟ يتدوروا ويجروا؟ الذنب اللي ماتوا في رقبتك يا عصام. منا ومنكم في رقبتك. الثورة وقفت، بس لسه في ناس تنزل الموت برجليها. انت اللي في ايدك توقف المهزله دي. عرفنا افراد التشكيل مين الجهه الخارجيه؟ طب وشرفي وديني يا عصام اللي عاملك شاهد ملك وتنقذ صحابك. اتكلم يا عصام، اتكلم. انا ممكن اتكلم بس عايز اشوف وشك الاول. تشوف مين يا عبد العرس؟ بعد اذنك يا فندم اجهز المعتاد. وانتوا بتعذبوني كان في سؤال دايما عايز اعرف اذا كان عندك اجابه ليه ولا لا. ليه ضباط الجستافو اللي كانوا بيعذبوا الناس في معسكرات هتلر ليه ما كانوش بيرضوا يستحموا ولا يخشوا الحمام قدام بعض؟ لانهم اكتشفوا إن اللي بيمارس التعذيب ده بيمارسه علشان يعوض فقدان القدرة الجنسية اللي عنده. مرخي يعني. سيداتي وسادتي، أصدر الرئيس محمد حسني مبارك رئيس الجمهورية بصفته الحاكم العسكري تمام يا فندم. 19 فين يا دفع؟ مات. ما نطقش بحاجة؟ ما نطقش. الهلوسة فرغتها؟ فرغتها سعادتك. 20 من يناير 2011 ولحين إشعار آخر. كما أصدر الحاكم العسكري قرارا بأن تقوم القوات المسلحة فك الأزمة يا رب، سهلها واقف حالنا منه لله. مش يمشي ويخلصنا، لا قاعد ومطنش ومش سامع. حسبي الله ونعم الوكيل. لا إله إلا الله.
خليفه مالك بتعيط ليه؟ ابكي يا عين وبالدمع نوحي. ما سمعتش الرئيس بيقول ايه؟ خير هيتنحى خلاص؟ نحى ايه انت كمان؟ بيقول عايز يموت في مصر ويندفن في مصر. طب ما يموت في مصر ويدفن في مصر بس بسرعه قبل ما يموتنا احنا. والعيال اللي قاعدين في التحرير دول قلالة الادب اللي قاعدين يقولوا له ارحل ارحل ارحل، يرحل فين ويعيش فين؟ يعني يموت في الغربه ويندفن في الغربه كمان. طب عليا النعمه لا اكون رايح لهم وضاربهم كمان بالصرمه القديمه واقول قوم ياض قوم ياض منك له، اطلع بره يلا، قاعد تعمل ايه؟ مصر بتضيع يا ناس، مصر بتضيع يا اخوانا. جاي لك يا مصر، جاي لك يا مصر. مصر بتضيع، مصر بتضيع. خد يا لاسوكا، تعال ودي عمك خليفه التحرير عشان يمشي الناس اللي هناك ويضربهم بالصرمه. قال ايه؟ عشان الرئيس يموت هنا ويدفن هنا. الله على ابو سوكا، على ابو اللي جابوا سوكا على الصبح. فكك مني. مالك يا ما بعتش ولا علم ليه يا ابن الفقريه؟ ابن فقريه زي ما انت قلت. بس يا عم انا اللي غلطان، اللي اكلت نفسي الاونطه والاشتغاله اللي اشتغلها له الواد ناصر ابن الواد عم خليفه. قال لي خد العلم ب5 جنيه، يعني هتروح التحرير ال 100 علم هوب زي الفريره هيتباعوا منك والعلم ب 100 جنيه. لا مش كده وبس، ده احتمال يقبضوك باليورو واحتمال يدوك كتاكي من اللي هو امريكان واللي الصهاينه جايبينه هناك دول. بس يابا خدت بعضي وقمت طالع على التحرير، لقيت البشر هناك ايه يابا؟ ومن كل صنف ولون. ايش ماسك موبايل كده بالشيء الفلاني، ورجاله وستات من كل لون يا باتيستا. واحد مربي شعره، واحد مربي دقنه، واحده لابسه نقاب، وواحده لابسه لبس على الموضه كده، نسوان موزز وعاد الله. انما في وسط بقى والنسوان ما بعتش ليه الاعلام كمان؟ ابيع ايه بس يا عم خليل؟ ده الاغنياء هناك معاهم علم، العلم يجي طوله مترين، يعني يفصل ملايات. ملايات ايه؟ ده نوع القماش كده يابا تعمله قميص نوم وعهد الله. الفقراء بقى هناك تخش عليه تقول له صبح يا عم الحاج، ممكن تشتري العلم ب 10 جنيه، يقول لك روح يا ابني ابعد عني هلاقيها منك ولا من مبارك. فهتعمل ايه يا دوب؟ بعت علمين العلم ب7 جنيه واديني جيت اترزيت هنا اهو. طب وبعدين هتعمل ايه في الشيله دي؟ عليا النعمه لا البسهم للواد ناصر علم وهاخد ال 500 جنيه بتوعي كمان. انا قلت له كده في الموبايل. يلا برضه يا زميلي تشتمني في التليفون؟ اهلا صباح الفل يا روح امك، كنت فين؟ يا جدع بطل بقى الكلمات دي، عيب كده شتيمه على الصبح. بص يابا انا هبطل، انت بقى تاخد اعلامك وتديني ال 500 جنيه بتوعي، ومش عايز اعرف اهلك بعد كده. 500 جنيه يا عم خلاص مات الكلام يا زميلي من زمان، فلوس اتصرفت. نعم يا روح امك. برضه هتغلط تاني في الام؟ انا جايب لك مصلحه تكسبك الطاقه 10 يا راجل. حاسب يا سوكا، تبقى هنا اشتغاله تانيه. يا نبوي ما تهدى كده في الكلمات بتاعتك، واقعد لنا في حته ناشفه على جنب وخليك في حالك، وهات لنا 2 شاي. سيبك بقى من العالم الواطيه دي وخليك معايا. انا جات لي اخباريه كده ان بتوع الحزب الوطني منظمين مظاهره بكره هتطلع من المهندسين تأيد الرئيس، هتشتم في العيال الواطيه بتوع التحرير. واطيه؟ دلوقتي بقوا عيال واطيه؟ مش دول اللي امبارح كانوا هيبشبشوك فلوس؟ ياض وانا مالي، وانا اللي قلت، هم اللي قالوا في الميكروفونات. وبعدين انت مالك ومال العيال؟ انت مش ليك بفلوسك وخلاص؟ انجز. معكش 500 جنيه كمان؟ نعم يا روح امك. خلاص يا جدع انا هدفع لك، ده انت حبيبي. انت حبيبي، اهدى بس وامسك نفسك اقعد. عارف عم كامل بتاع المطبعه؟ عارف عم كامل. عم كامل ده بقى كان بيطبع صور للريس ايام الانتخابات تبع الحزب وكده. احنا هنروح له بقى ناخد منه 200 صوره ونروح لازقينهم على الكرتونه، واخد بالك؟ ونروح لفلهم تبع العلم، اهو منه يبقى علم ومنه يبقى صوره، ونروح واخدين بعض انا وانت وش ونازلين على المهندسين. شوف بقى اللي هيشوفوا صوره الريس، الصوره هتتباع مش اقل من 40 جنيه يا راجل. هو مين نازل في المظاهره دي؟ نازله. اقول لك على حاجه، بيقولوا كمان في المهندسين في ممثلين نازلين اللي هم بيطلعوا في التمثيل دول، ولاعيبه كوره بيطلعوا في الكوره دول، بيطلعوا في كل حاجه. وطبعا الصوره ساعتها ممكن تتباع ب 100 جنيه، دي هتبقى ناس مستحميه ونظيفه. 100 جنيه؟ 100 جنيه. شكلك انت مش هتعمر معايا في المصلحه دي، انا هشوف حد تاني. لا هو بس اهدى. حد تاني ليه؟ ما انا معاك اهو، ما انا معاك. الله يلعن ابو امك.
وشرف امك لبوظ لك وشك النهارده. لا لا جرى ايه يا جدعان؟ انتوا هتاكلوا بعض عشان فلوس؟ ما توحدوا الله امال. يا سيدي ولعوا ببعض بس بعيد عن القهوه. قهوه يا ابو قهوه، انا عايز ال 500 جنيه بتوعي ياض. ده انا امي باعت حلاقه عشان شورتك المهببه. وانا اعرف منين يا جدع ان امك عندها حلاقه اساسا؟ احضرنا يا عم نبوي عشان خاطري. يا سلام على الادب، دلوقتي يا عم نبوي؟ ما انت طول عمرك بتقول لي نبوي حاف. لخص بقى في الكلمات يا عم نبوي واحضرنا. يا جدعان لو سوكا ليه حق انا هديهوله على رقبتي. خلاص نقعد بقى مع بعض كده على رواقه ونتفاهم واللي ليه حق ياخده. وشرف امك لا سواق. انا اعرف منين يا جدع ان اللي رايحين مظاهرات المهندسين دول معاهم اعلام وصور للريس؟ ها؟ ده انا عرضت عليهم الاعلام يشتروها ما رضيوش، لدرجه ان قلت لهم خدوا الاعلام والصور وادوا لي 2 جنيه ولا برضه رضيوا. كلامك مقنع. انا جاي اقتنع يابا، انا عايز فلوسي يا عم. خلاص يا جدعان خلاص بقى، انا هحلها لكم. ايه ده بس شويه يا عم خليفه وامسك نفسك كده واقعد في حته لاشفه. لا ما هو مش بلاش يا روح ماما، انا هاخد الربع. لحظه كده يا كابتن، تصدق شكلي هتغاب عليك انت في الاخر يا عم خليفه. ليه يا حبيبي؟ سيبه ياض، عم خليفه ده خبره، امرت قديم. قول يا خبره. اقول لكم خليك انت يا عم خليفه، ما تتعبش نفسك تيجي معانا التحرير. لا يا حبيبي لازم اضمن حقي، رجلي على رجلكم، ما بقاش في حاجه مضمونه اليومين دول. بس تصدق يا عم خليفه خطك حلو قوي مع ان ما يبانش عليك الكلام ده خالص. يا راجل انت مش كنت بتعيط امبارح زي ما يكون ابوك مات؟ حسني مبارك ده حبيبي، ولو هو مكاني كان عمل زيي بالظبط. محدش يلاقي مصلحه وما يمشيش فيها على طول. وبعدين اذا جالك الطوفان حط ولدك تحت رجليك. الشعب يريد اسقاط النظام، الشعب يريد اسقاط النظام، الشعب يريد اسقاط النظام. بطنك لسه بتوجعك؟ انت لسه زعلان؟ تبقى زعلان. انا مش فاهم هيحصل ايه يعني. ها؟ لو انت وماما خليتونا نصور مع الدبابة، دي حتة صورة. استنى ما اشوف موبايلي. ايوه يا ايمان. ايوه يا حبيبتي. عايز اكلم ماما. عامله ايه؟ كويسه؟ لا هو لسه ما نامش. عايز اكلمها. لا عربيتي ايه؟ في البيت طبعا. لا ده التلفزيون. هخبي عليكي ليه بس؟ مفيش حاجه حبيبتي، مفيش حاجه، طمني. يا جدو ما تجيب اكلمها. يا علي بطل زن. لا اصل هو شبطان عايز يكلمك. ايوه يا ستي ارتحتي؟ بطنه كانت تعبانه شويه، خدته رحت بيه للدكتور، رحنا المستشفى ورجعنا على طول. لا والله يبقى كويس دلوقتي. لا احنا راجعين على البيت اهو. ايه؟ لا انا ما قابلتش حد من بتوع حظر تجول. لا انا خلاص خطوتين وهنبقى في البيت. اي تعليمات تانية يا حبيبتي؟ قلت لما هوصل هبقى اكلمك. مع السلامه دلوقتي. ايوه فاهم. حاضر لو جعان هاكله. حاضر. طيب انا لما اروح هبقى اكلمك. مع السلامه دلوقتي. سيدنا محمد رسول الله. انا اسف. الرخص لو سمحت. حاضر. الرخص. اتفضل حضرتك. رخص. حضرتك مش عارف ان في حظر تجول؟ لا اصل حضرتك مش فاهم الموضوع. احنا لسه خارجين من المستشفى دلوقتي. اصل علي حفيدي بلع اللبيسه. ايوه لبست القلم. اصله كان عمال يقرط فيها طول الليل. هو مش كده بالظبط، بس انا كنت فاكر انه بلعها عشان بعديها بطنه وجعته، بس اتضح انه من الفول النابت. اصله كان الفول نابت كتير قوي، عمل له تلبك معوي. بس انا كنت فاكر ان كل ده من اللبيسه، ولما سالته ان كان بلعها ولا لا الحقيقه قال لي لا. افتكرته بيكذب عشان خاف مني، فبعد كده خدته بقى وطلعت بيه على المستشفى. عملوا له غسيل معوي وعملوا له اشعه. حتى شوف حضرتك دي صوره الاشعه.
ايوه وبعدين؟ هو ده اللي اخرنا والله. لا اقصد بلعها فعلا. اللبيسه؟ لا، طلع انه من فول النابت. الف سلامة عليك. طيب حضرتك بقى لف وارجع تاني. ايوه بس انا ساكن هنا. تمام، ممكن بقى تلف وترجع؟ بعد كل اللي قلته لك؟ معلش ده قانون. مش ممكن تستثني من القانون. انا بعد الكوبري مباشره. طب بص، لف وخش اول شمال وامشي طوالي، هي لفه بس هتوصلك برضو. الف ازاي بس؟ يعني عادي بس طريق عكسي كده. اخطفها بسرعه. طيب متشكرين. بيطلعوا لي منين دول بس؟ ادي مين؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت لي والله انا اسف طبعا لصحتك. انا عايز اوصل لشارع عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب، انت هتاخد الشارع ده للاخر. ايوه بس ايوه انا واخد بالي. اللجنه بص، صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. كمان زيد النبي صلى عليه افضل الصلاه والسلام. انت شايف الاسفلت ده؟ هتفضل ماشي كده على اخر الشارع ده. هو شارع طويل شويه بس انت تكسر يمين، واخد بالك في سوبر ماركت ابو الوفا. بعده على طول في مصمت، في وشه في حاره ضيقه هتخش منها، واخد بالك يمين في شمال في يمين. حاره ضيقه شمال في يمين؟ لا، يمين في شمال في يمين. يمين في شمال في يمين. ايوه. شكرا جزيلا. اقعد اشرب شاي. شكرا، الف شكر. ايوه علي، ركز معايا. اول حاره يمين في شمال. علي 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 علي، تعالى هنا. انا اسف جدا. انت ايه اللي نزلك من العربيه اصلا؟ انت مصر تعاني في مشاكل؟ انت تهت يا جدو. تهت؟ لا طبعا، هتوه ازاي؟ تضحك عليا يا ولد؟ عليك. ولد. والله العظيم. جدو. لا. يا جدو. قلت لا. بطنك لسه بتوجعك ولا ايه؟ لا، عايز اعمل بيبي. دلوقتي؟ خفيفة ولا تقيلة؟ خلصت؟ انا لسه ما عملتش اصلا. وبعدين ما تبصش. ما ببصش على فكرة، بس شاهل شوية. علي ما تصورنيش. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خير يا حجيج؟ خير إن شاء الله، خير. أنت من نواحيدي؟ لا أيوه، أنا من شارع عمر بن الخطاب. طب بعد إذنك يا حاج نشوف البطاقة. البطاقة؟ حاضر. اتفضل حضرتك. وبتعمل إيه بقى هنا يا حجوج؟ أصل حفيدي اتزنق فجينا على هنا. واشمعنى يعني هنا؟ لا احنا كنا مروحين فتهنا، فقالوا لنا نخرم من هنا. هم مين دول؟ بتاع الجرايد. جرايد؟ لا
لما الجيش منعنا سألنا بتاع الجرايد. أصل علي بلع لبست القلم. هو مش بلعها بالظبط، بس أنا كنت فاهم إنه بلع لبست القلم. بس الحمد لله الموضوع ما طلعش أصلا من لبيسة، طلع من الفول النابت. أصله كان منه كتير قوي. الدكتور قال كده، عملوا له غسيل معدة وأشعة سونار. حتى شوف حضرتك. اهي أشعة سونار اهي. اتفضل. ها وبعدين؟ لا أبدا، فتهنا. بس الحمد لله هو بقى كويس دلوقتي. إنما حضراتكم احنا اللجنة الشعبية بتاعت المنطقة. أهلا وسهلا. طب ممكن أعرف أوصل لشارع عمر بن الخطاب منين؟ بص يا حجيج، انت هتاخد الشارع ده لآخره يمين لحد ما تلاقي العمومي، هتلاقي الميدان. من الميدان بقى يمين في شمال. الميدان أنا أوصل الميدان، أعرف أوصل على طول. طب بص يا حجيج، ما تطولش في الحتة دي كتير عشان الحتة دي لبش. شكرا. ألف شكر. يقول لك الواد بلع اللبيسة يا سيدي، كل النبي مع اللبيسة. سيدي اللبيسة وسيدي والله تعالى نشوف أيام غريبة في المكان ده. أيوة يا إيمان. لا لسه. لا حصلت ظروف كده هبقى أحكي لك عليها. لا احنا مروحين اهو. مش عارف بالظبط بس احنا قريبين يعني. حبيبتي مفيش حد حواليا هنا عشان أقدر أسأله. ثم أنا ساكن في المنطقة بقالي 15 سنة، مش معقول هتوه يعني. ما تقلقيش. خليكي معايا يا إيمان. استنى أحسن في حد بيطاردني. أيوة أنا. هات التليفون يا علي. بتعملي اللي نفسي فيه؟ هشوف ناولني التليفون يا علي. يعني خلاص يا اتفقنا؟ ابني هات التليفون. يعني حاضر هشوف يا علي. هات التليفون. طب امتى؟ طب أيوة امتى بقى إيه يا جدو؟ ها؟ يا ستي طب قلت لك امتى؟ مفيش حاجة. امتى يا جدو؟ يا جدو ايه يا علي؟ بكلم ماما عيب كده. انت شكلك بتضحك عليا. يا حبيبتي قلت لك لما اروح هبقى اتصل بيكي، يعني انا بتفسح. انت عايزه ايه دلوقتي؟ قلت لك لما اروح هبقى اكلمك. خلاص انتهينا. مع السلامة. مش هنخلص الليلة دي. ما اشوف رخص حضرتك يا صاحبي. طب تمام، حضرتك مش عارف ان في حظر تجول دلوقتي؟ يعني مش هينفع اعدي؟ انت حضرتك ادرى بالقانون، انا اسف مش هعرف اعديك دلوقتي. حضرتك مش فاهم الموضوع. خير. انا هحكولك. اتفضل. انا مضطر ابقى في الشارع في الوقت ده. حفيدي بلع قصدي كل فول كتير، خدته المستشفى عملوا له غسيل معوي وعملوا له اشعه. هتتفضل حضرتك شوف الاشعه. لا الف سلامه الف سلامه. الله يسلمك. بس حضرتك هتضطر تلف وترجع تاني معلش. ارجع فين؟ ترجع من مطرح ما جيت. لا اله الا الله. طب ينفع استنى هنا لحد الساعه 6؟ اتفضل حضرتك ما عنديش مانع. علي، انت فعلا بطنك كانت بتوجعك؟ ولا كنت بتمثل عشان تنزل الشارع وخلاص؟
صباح الخير يا عم مكرم. اهلا، صباح النور يا ابني. الحمد لله على السلامه. ايه الغيبه دي كلها؟ مفيش، بعيد عنك جات لي غيبوبه السكر وكنت راقد في المستشفى، بس الحمد لله ربنا لطف. الحمد لله، الف سلامه عليك. فين بقى القطعه بتاعت امي؟ صباح الفل يا زعيم. اهلا عاطف باشا. بقول لك ايه وحياة ابوك، البنطلون بص مقطوع ضبه ومفتاح، عايز اعمله سريعا جدا. طيب حاضر، اعملها لك. حاضر. سيب اللي في ايدك واخلص يلا وحياة ابوك. طيب اقلعه جوه ولا لا ما اقلعش، يلا زي ما انت كده وحياة ابوك بسرعه. وريني كده وريني. يا جدع انت، يا نهار ابيض. بقول لك ايه، شوف لي اي حاجه البسها وقصرها يلا. بص يا زعيم اهم، هوصل لغايه الميدان وارجع سريعا جدا. طب ما تخلي كمان العلبه دي ما تاخرش وحياة ابوك سريعا، شد حيلك. حاضر حاضر. الناس كلها مستعجله. في ايه يا جماعه؟ في ايه؟ في ايه يا جماعه؟ ايه قنابل قنابل قنابل. حرب ايه؟ اسرائيل. ارمي الكرنيهات دي. ارميها يعني ايه؟ بقول لك ارميها دي، لو قفشوها معانا هيموتونا. هات واقلع كمان الهدوم دي وتعالى نخش وسطيهم ونهتف معاهم. احنا ايه اللي بيحصل لنا ده؟ استر يا رب. حتى الشرطة بتقتلوهم. بسم الله الرحمن الرحيم. أبويا الحاج. مش كفايه فتحوا السجون للبلطجيه؟ دول بيهجموا على الناس في البيوت، وبيقول لك كمان عندنا اجندات. هو هيكون عندك اجنده؟ اجنده ايه؟ بسم الله حرام هتسجل القرآن. حرام. مين ده؟ في أرض حظا إلى إعمالها. الريس ده الريس. ليه كده؟ كلثوم. يابا الحاج، انا بسجل لك على الشريط دلوقتي علشان في حاجات بتحصل بره وخايف يجرالي حاجه وما تعرفش جرالي ايه، يعني لو عشان لما تلاقي الشريط تعرف ايه اللي حصل. مش عارف في ايه بره، بس دي زي ما تكون حرب، صوت جامد جدا اهو. انا سامعه يا حاج، سامعه صوت رهيب وناس بتصوت جامد جدا. ده ممكن تكون اسرائيل يا حاج. دي طريقتها، دي الطريقه بتاعتها. بس انا قاعد، انا مش، يا نهار اسود ده صوت جامد جدا يا حاج، صوت جامد صوت اهو ضرب جه. هموت من الجوع يا حاج، جعان قوي. مش عارف لو خرجت بقى ممكن يعملوا فيا ايه.
ولو قعدت انا مش عارف هقعد قد ايه. كحك يا حاج، لقيت اكل يا حاج، لقيت اكل. سبحان الله. حبيبي في بطن الحاج، رزق الدودة في بطن الحاج بالسكر. الحمد لله. ايه ده الحق يا حاج، انا سمعت صوت حصانه وجمال بره، مش فاهم في ايه. صوت عالي قوي وناس زي ما يكونوا بيتخانقوا. امبارح كان في ناس قاعده في الممر بره وكانوا بيتكلموا على اسمهم ايه دول، حزب الله وحماس. يكونش هم دول اللي جم بالحصانه؟ السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. مبارك رحل. يا حاج الحقني يا حاج، ده ناس كتير قوي بره. ده واضح الناس اللي بره دي كلها كانوا عايزين الرئيس مبارك يمشي او يرحل. انا سامع بوداني دي بيقولوا يرحل والله. مش عارف انا ايه اللي غيره. كنا عايشين مبسوطين، بنتضرب على قفانا وما بنتكلمش، وشكلنا متبهدل في كل حته وساكتين. مش فاهم انا ايه اللي غيره. انت عارف يا حاج، لو كانوا اللي بره دول اسرائيليين انا كان ممكن اخرج، انما دلوقتي لا يمكن اخرج. ده اللي بره دول لو الحكومه مسكتهم هتنفخهم وتعلقهم. اشرب الشاي بس يا حاج. وازدهار الحياة بالحق. معلش بقى، ربنا بيسامح، اما دول ما بيسامحوش. يا حاج، برشام قرب يخلص وانا مش عارف الحبسه اللي انا فيها دي هتخلص امتى. انا خايف على فكره يا حاج. لا فين
والخير والعدل وصالح الأعمال فيها. برشام خلص يا حاج. برشام خلص، والخلق اللي بره دي أعشامها كبيرة أوي في ربنا. أنا بفكر أخرج يا حاج، أخرج وكده وأقف معاهم وهي نوايا تزنة الزير. بس افرض بقى أنا خرجت وحسني مبارك ده ممشيش، مش هعرف أدخل تاني. طيب يعني هخرج ولا ايه يا حاج؟ بعدين هيعملوا فيا ايه يعني لو خرجت ومسكوني؟ هيموتوني. طب ما هو انا كده كده ميت بالسكر، فاموت بقى بره وخلاص. ولو ما متش بالسكر ما انا هموت كزي انسان عادي في يوم من الايام. وبعدين ما هو برضك لازم يمشي بقى يا حاج. انا اصلا ما بحبوش، وحياة المصحف ما بحبه. اخرج يا حاج. امين شرطه، امين شرطه هناك اهو. امسك. السلام عليكم. انا اسمي محمد سيد ابراهيم. انا كمان كنت جاي احكي لكم حكايه ليها علاقه بالثوره. حكايه حصلت في يوم 2 فبراير، يوم الاربعاء. انا كنت بنزل هناك كتير قوي لاني كنت مش قادر اسكت على اللي بيحصل، زي بقيه الناس اللي كانت موجوده هناك. عديت عليه واتقابلنا ورحنا التحرير. انا ما كنتش عارف اللي هيحصل وما كنتش متوقعه خالص. الأكل خلص ياما؟ لسه. اتنين بس؟ ملحقتش ابو شرف. ما انت بتصحى متأخر من الهباب اللي انت بتشربه. عايز ايه وليه فيها يعني اعمل ايه؟ اكل العيال منين انا؟ بس مش نفسي بس مش نفسي بس مش وقت. لسه جاي بتاع بره عندك. متقدر ليه يا بدري؟ جعان يا ابويا. جعان انت على طول كده جعان يعني؟ طول جعان كده. حربي حربي. مين؟ يا سلام. يا سلام. اخرج جدع يلا. عامل ايه؟ تمام. سلام يا بدري على عمك. سلام. يا ابن الكلب. عامل ايه؟ الحمد لله. عامل ايه؟ تمام. انا عايزك في مصلحه. مصلحة ايه؟ مصلحه خلاص يا حربي. انت هتبص لنا في اللقمه قبل ما تبتدي. خش يا بدري خش. ايه؟ لحمه ولا فلوس ولا ايه؟ امسك دي دلوقتي ودي بعد المصلحه. طب ما تجيب دي دلوقتي يلا يا حبيبي عايزين ننزل نهتف نقول مبارك. يا عم اخر مره نزلت معاكم الانتخابات دي طلعت دين اهل انت والمعرسين اللي كانوا نازلين معايا دول. افتح بس البتاع ده. قولي بقى مبارك واخترناك بقى وبابا سوزان بقى. انت فين يا بقالك يومين؟ فين يعني؟ ما انا قاعد هوا ربنا انا وعيالي. طب امسك بقى وفوق لي يا حربي.
في شويه عيال ما لهمش لازمه عاملين شحه في التحرير وقاعدين مشطحين فيها وجايبين خيم وقاعدين مع الحريم بتوعهم جوه عاملين ينقروا في بعض. احنا مش قرنيه يا عم حربي. عيال اجانب في بعضيهم عاملين يرطموا بالاجنبي وجايبين كنتاكي ودولارات وبيوزعوا على بعض. مش كده؟ جايين يعملوا ايه يعني؟ عايزين ايه؟ عايزين يشيلوا الريس. رئيس مين؟ مبارك. مبارك بتاعنا؟ ايوه. يشيلوه ازاي يعني؟ يشيلوه يزحوه من على الكرسي. كلام ده. ويجيبوا مين بقى؟ يجيبوا بقى الامريكان واليهود يقعدوا وسطنا وتبقى مليطه يا ولاد المتنكه. والمصالح تقف والعجله ما تدورش يا عم. يبقى الرئيس ولا مش الرئيس؟ الرئيس طبعا. خلاص يلا بينا. بقول لك ايه بقى؟ تجيب بقى حاجه كده يا عم خش يا عم. بقول لك ايه والله العظيم ام بدر هتدعي لك. طالع عياط يا بط. اكلها جاعت. هو ده اللي قدرت عليه بقى. انت فين؟ يا وليه دي. ايوه ايه كده. دي بس الاول. ايوه كده. استني بس. هات ايه دي بس؟ هشيلها معايا ولا تشيلها معاكي؟ لا اشيلها معايا. اشيلها معايا انا. امتى بشيلك اشمعنى؟ يا حربي. هات الفلوس. ايوه كده. ادفع الايجار بقى وهجيب هدمتين للعيله دي. بتعملي لنا اكل بقى ولا ايه؟ اعمل لك سمك. تعملي لنا سمك؟ اقلي لك سمك النهارده. بعد ما تولدي يا وليه؟ لا دلوقتي وبعد الولاده هعمل لك سمك تستاهل. حلوة سلامة عدى عليا. في مصلحة كده هننزل نعملها في وسط البلد. انا بقلق من سلامه. ليه ما يا بنت في ايه؟ ما احنا كل مرة بننزل بنعمل احلى شغل. طب ان شاء الله بس قول لي بس هتعمل ايه؟ بيقول لك في شوية عيال ولاد وسخة واقفين لك في ميدان التحرير. ها؟ بيقول لك جايين من امريكا ومن اسرائيل وقال ايه؟ عايزين يشيلوا الرئيس. رئيس مين؟ حسني مبارك؟ الرئيس بتاعنا؟ يشيلوه؟ ليه؟ القيامة قامت؟ بقى عشان يدخلوا لنا الامريكان وتبقى ايه عراق بقى. لا ده كده القيامة قامت بقى. وربنا المعبود. لا ده كده بقينا هزق والقيامة قامت. الرئيس بتاعنا ما حدش يشيله. لا انزل دافع عليه. ماله الرئيس يشيلوه ليه؟ هما كمان هيتحكموا فينا. هينزل يخدم البلد. ولا 50 جنيه اول ما ارجع. لا يا شيخ هتجيبها امتى؟ كل يا بنت. بالراحه اوعى تنزل ابو زعبل. انا اختي عزه كلمتني وقالت لي ابو زعبل ايه نار مولعه. خد بالك من امك يا ده. حاضر يا بابا. ما تنسيش ابو زعبل تقعد في التحرير. سامع ولا لا؟ ال 50 جنيه هتيجي امتى الثانيه دي؟ هي نزلت ابو حسين ولا ايه؟ بس ما انا ما خلصتش الكارت ما تقلقش. بقول لك ايه الاخبار ال 50 جنيه لما ارجع الثانيه امتى بس؟ خدي معاك يابا. ترزع انت. اقعد يا ابني الكلب هنا مع امك. استنى عشان اعمل لك لقمه ثانيه. يا وليه يلا انا مستعجل الراجل مستنيني. لا لازم تاكل. ما تنساش على لحم بطنك. استنى خد يا حبيبي خد. خلي بالك من نفسك. انا هنزل اشتري السمك. ماشي؟ حربي خد بالك من نفسك. ماشي اسمر. ماشي اسمر. ماشي يا اسمر. سلام. جينا يوم 2 فبراير يوم الاربعاء الصبح اتقابلنا ورحنا مع بعض التحرير. فجأة لقينا ناس بتجري مرة واحدة جايين من طريق عبد المنعم رياض، وحصل شوية هرج ومرج ودب وناس بتقع وزعيق وحاجات بتتحدف. ايه ده في ايه؟ يا ماجد قال لي استنى يا محمد خليك معايا. هات لي الربطتين الجرجير دول. الميدان وكان هناك اشتباك بين المتظاهرين وبين من كانوا على الخيول وتم الامساك ببعضهم واسقاطهم عن خيولهم. نعم يبدو أن محمد القصاص الآن معنا من ميدان التحرير. إذا الكلام الآن أصبح بشكل رسمي، يعني هؤلاء من ينقل في الخيول من هم؟ عم طارق بلدي دي ولا مزارع؟ بلدي ان شاء الله. الكيلو بكام؟ 13. 13؟ خلي عنك خالص. وزن لي 3 بقى. السلام عليكم يا حاج. ازيك؟ السلام عليكم يا عم مصطفى. عامل ايه؟ صباح الفل يا عم عارف. اهلا ازيك يا ورده يا بنتي. هم بيقولوا مبارك اهو زي الفل اهو. الامور هديت مفيش اي حاجه. مش هيرشح نفسه. خلاص يعني الحمد لله. الحمد لله.
السلامه. مع السلامه يا ورده يا بنتي. يا انا تعبانه، يا انا تعبانه، يا انا. يا بد، واد يا بد، تعمل ايه؟ اختك فين؟ اختي بره. طب خلاص السمك اهو قرب. شامم ريحته؟ اللي معاه شومه واللي معاه سكينه واللي معاه سنجه واللي معاه مطوه، وناس بنشوفها بتتضرب قدامنا. اللي كانوا بيقعوا كانوا بيتضربوا، واللي كانوا بيقعوا مننا برضو كانوا بيتضربوا. اما انا عايز اكل. ما ينفعش تاكل قبل ما ابوك يجي. حاضر. ولا انزل كده على القهوه اسال على ابوك، اسال شوفه جه ولا لا. يلا بسرعه. لكنها لا تأتي المتظاهرين، تلقى بجانب المتظاهرين من عمارة. قال أحد أيضا المشاركين معنا اليوم في التغطية إن بعض العمارات كانت فين الكلام ده يا عم عمرو؟ بعض العناصر الذين سيطروا عليها عناصر قالوا أو ده في التحرير؟ وزارة الداخلية، وهم من يستخدمون هذه الكرات الملتهبة، قنابل المولوتوف. صور تصلنا مباشرة من ميدان عبد المنعم رياض الملاصق المجاور لميدان التحرير. إذا هذه قنابل المولوتوف والزجاجات الحارقة كما أفاد مراسلنا. دكتور سيف الدين، هل بالفعل كان دكتور عبد الله الأشعل يقول قبل قليل بأن مبارك انتهى داخليا وانتهى خارجيا؟ حربي، بس انا عايز اعرف مين اللي قتله وليه كانوا بيعملوا كده اصلا. انا عايز حق ماجد وعايز حق الناس اللي ماتت دي كلها.
كابتن عادل نعيم المخبوزات وأيضا الأول عصام الحضري وقت المبقى ميسيون لاعب القدر والكرة الخاينة ولما الإسماعيلي بيخش في أحسن العائلات متخصص في إضاعة الكرة عنده الإسماعيلي يبني وهو يهد كابتن عادل نعيم المخبوزات. الذي نزل إلى المدن المصرية الرئيسية فرض سيطرته على ميدان التحرير في القاهرة وهو الساحة الرئيسية في الحرب. المعلومات أشارت أيضا عن استمرار حركة الاحتلال
جمال التحرير يبعتوها داخليه، كانوا عايزين يشتتونا لبسوا خزوا ايديا، مفيش امان، انا واقف مع الجيران مساكين في الشوارع واحنا واقفين لجان، في ايدي حديده وفي جيبي سكاكين، الاكل بيختفي ومفيش بنزين، المرتب موجود، البنك محروق، الرزينات والكراسي بتتحدف من فوق، معلش يا مصر دول بس نسوكي، حقك عليا دول دمروكي. عن منصب رئيس الجمهورية، وكلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإدارة شؤون البلاد، والله الموفق والمستعان. خرجت، أخيرا خرجت. شايفة اللي عمري ما كنت أحلم أو أتخيل إني أشوفه قبل كده. كنت مرعوبة، يمكن شوية يعني، بيتهيألي عادي، عشان حاسة إني مبسوطة قوي وأنا مش متعودة أبقى مبسوطة. مش نكدية يعني، لأ، بس إحنا كده لما نتبسط قوي ونضحك نقول خير اللهم اجعله خير. ناس كتير قوي، وكل مدى عمالين يكتروا، وستات، لا بجد ناس كتير قوي بيتكلموا، لا بيصرخوا وبيغنوا كمان، بينظفوا الشوارع. معلش بتكلم عن النظافة يمكن عشان أنا ست. الناس مش بتنظف الشوارع، دول شكلهم بينظفوا نفسهم، بينظفوا البلد. دول بيقولوا كلام عمري ما كنت اتخيل انه ممكن يتقال بصوت عالي. هي الناس مش خايفة؟ يمكن قلبهم جامد عشان عددهم كبير، بس العدد ده منزلش كده بالعدد ده. حاسة ان كل واحد ابتدى زيي، فاكر انه لوحده هيطق ويكره نفسه لو منزلش ولقى نفسه جوه الناس دي وفي وسطهم، ولما نزل ولقى نفسه في وسطهم
لقى نفسه بيحلم بمصر جديده زيهم، وهو بيحلم كده لقى نفسه عمال يكتشف نفسه من اول وجديد ويكتشف الناس اللي حواليه. زي ما انا كده شايفه نفسي كاني عمري ما شفت نفسي بالشكل ده قبل كده. ده أول يوم ليا في الشارع. أصلا لغاية النهاردة الصبح كنت مسجونة محبوسة، والنهاردة الصبح طلعت. خير خير، اللهم اجعله خير. كان في 2 شباب في المظاهرة أصحاب. واحد منهم شاف التاني كان هيتضرب بالنار فداه. جت الطلقة في قلبه وهو بيقع في ايده. قال له هو في ايه؟ هو ايه اللي بيحصل؟ طبعا صاحبه كان عارف ان هو بيموت. سكت، حط ايده على قلبه، بص لقى الدم. قال له هي دي الشهادة؟ صاحبه قال له اه هي دي. انا نازله التحرير، انا خايفه اقعد لوحدي، وبعدين على الاقل هناك العساكر يحرسونا، مش كده ولا ايه؟ العساكر اللي بيطخوكوا ها؟ لا دي عساكر تانية خالص. دولت مساجين هربوا، طلعوا ممكن يجوا يغتصبونا، شرقانين ستات. قومي هاتي علم، يلا قومي هاتي علم وطلع التحرير. رايحه فين؟ انت عايزاهم يلبسوها قضيه دعاره يا غدا؟ دعاره؟ انت مستحمله الراجل ده ازاي؟ بقول لك بس عشان انتوا قاعدين في البيوت عماله تتفرجوا على قناه الجزيره والحره والكلام ده كله، خلاص؟ انا واحد صاحبي معدي عليا امبارح في اللجنه الشعبيه اللي انا واقف بحرسها قدام بيتي، ظابط خلاص معدي بيقول لي في واحده ايرانيه سايقه عربيه 4x4 نصف عاريه معاها رشاش ولا مش عارف ايه وعماله تطوح في الكل، لا فرق بقى مع مؤيد ولا متظاهر ولا زفت. ده ايه؟ ست راكبه 4x4 معاها رشاش بتطوح في الناس. ليه؟ المرأة الأخطبوط عندها 10 ايدين ونصف عارية. نصف عارية من فوق يا ترى ولا من تحت؟ وعرفت إنها إيرانية منين؟ قومي تعالي معايا، قومي تعالي معايا التحرير، قومي. احنا مش نازلين، انا هقعد هنا احرس بيتي، من فضلك يا غاده لو هتروحي خلي بالك من نفسك. عنك ما نزلت، إن شاء الله يجوا يغتصبوك أنت شخصيا. مصطفى أنا هروح التحرير. مفيش نزول يا منى. أنا بجد حاسة إني مسجونة هنا. منى بلاش كلام في الموضوع ده تاني من فضلك، أرجوكي. منى والنبي قوم افتحي، انا لسه طالع من اللجنه الشعبيه. أنا كده كده صاحية. حاضر يا عبدو، وحياة ابوك هفتح لك، استنى بقى. عبده من فضلك ما بحبش الكسر اللي في النص دي، خليها من جنب. ما هي فاتك كل مره بعملها. وحياة ابوك بلاش غلط. سيبه في حاله بقى يا مصطفى. مالك يا عم عبدو، في ايه؟ مفيش، كل مره بعمل الكسره في النص. انا ما بتكلمش على البنطلون، انت مالك؟ والله سيادتك عندي ابني بقاله يومين في المظاهره وما شفتوش بقاله يومين، ما اعرفش راح فين. وانت ايه اللي خلاك تنزل المظاهرات من الاول؟ هو نزل مع واحد صاحبه.
طب ما تطبخي لي الكلاب بدل ما ترميها. عفوا. بعدين هم عندهم اكل كفايه. افتح لي بس انت الباب ده. ما الزبالين لسه ما جوش؟ انت شايف ايه؟ فله جوه. انا جعان، هناكل ايه؟ انا مش عايزه اطبخ ولا عايزه ادخل المطبخ. يعني نموت من جوه. عناصر الثورة متوفرة في اليمن يصفون نظام الحكم بالاستبداد ويقولون إن له أبناء شرعيين من فقر وفساد وبطالة. لكن النموذجين المصري والتونسي متوفران هنا أيضا بصورة أخرى. هذه مجموعة من أنصار الرئيس تخرج للتحرير لما تعتبرها إنجازات كبيرة له بل وتطالبه بالبقاء رئيس. مش عايزة تخشي نريح في السرير شوية؟ لا، عايزه انام هنا لوحدي. منى كويس ان لحقتك يا سبرت. عايز احلق قبل المسرح بالجرايد. بكره بقى فضل، عايز اروح والله. يا عم الصبح زمايلك بيقرفوني وانت بتنفض، ومن الاخر بقى مش عايز اعور حد فيكم. ده انت عيل لبط قوي. يلا خش يا عم الدكر. ما تشغلنا كده التلفزيون يا سبرت. هكذا بدت القاهرة في منتصف نهار يوم الغضب كما سماه الداعون للتظاهر في ذكرى عيد الشهداء. مئات المتظاهرين يجرون شوارع القاهرة وضواحيها في حراسة قوات الأمن التي هتخلص يا عم، انت عايزين نشوف شغلنا. بس هادي يا ابو لسان، عايز قصه.
عطيه ايه عايز ايه؟ افتح يا اشرف. وطي صوتك بكره. يا اشرف افتح لعد الباب يا اشرف. طبعا اديته فلوس. ما ابن منطقتي بقى ومتربي معايا شريك، اعمل ايه؟ اسيبه يسرق؟ عشان لما اقول لك نعزل من هنا تقول لي نروح فين؟ ده مفيش مره الا لما يجي لك عطيه الزفت ده الا وتديله. يا اشرف انا خلاص تعبت، عايزه امشي من هنا بقى. البيت هيقع بينا ومش هنلاقي حته تلمنا. يا شيري يا حبيبتي، انا لو سبت دكان ابويا وبعت الشقه ديت وبعتني انا شخصيا برضه مش هنعرف نجيب تمن شقه جديده. انا عايزه افهم انت خايف ليه من الايجار الجديد؟ ما كل الناس عايشه كده. يعني لو سكننا ايجار جديد هتشيل المنع؟ تاني يا اشرف، تاني تقولي نخلف تاني؟ نخلف ازاي بس في القرف اللي احنا فيه ده؟ يبقى تصبح على خير. رايح فين؟ رايح اجيب كارنيه نقابه. نقابه؟ مالها النقابه؟ انت نسيتي ان انا محامي ولا ايه؟ محامي ولا حلاق يا سبيرتو؟ للاحتجاج بالامس تطورات كثيره في الحقيقه، لكنها تؤكد ان الشرطه عازمه على منع التجمعات الكبيره باي شكل من الاشكال. شكرا جزيلا. كان معنا عبد الفتاح فايد من القاهره. هكذا وقد امتدت الاحتجاجات الى نقابه الصحفيين والمحامين في وسط المدينه، ولقد نفى مصدر مسؤول بوزاره الداخليه استخدام العنف ضد المتظاهرين او وقوع اي اصابات بينهم، واكد ان الشرطه تحترم حق التظاهر السلمي الذي كفله الدستور. ومعنا الان من مصدر مسؤول أن القوات المسلحة بدأت كذلك عمليات السيطرة على أعمال السلب والنهب التي انتشرت في عدد من الأماكن. ومعنا الآن هاتفيا موفدنا في شبرا رأفت الفقي. افتح يا اشرف افتح. اوعى تقوم انا بقول لك اهو. ده الواد نبيل. افتح يا اشرف بيسرقوا البيوت. خرجوا البلطجيه باللسان. هات عايز سلاح وانزل لنا بسرعه. وعيد. اوعى تنزل اوعى، ورحمة امي ارمي نفسي البلكونه اجيب لك مصيبه. إن حسني مبارك الذي يتحدث إليكم اليوم يعتز بما قضاه من سنين طويلة في خدمة الف نور واحد ابوك 20. مالك يا اخويا بس؟ هو ايه؟ مش خلاص كده خلص؟ ربنا يستر. طب ما تكلمني بقى. انا باشا ابوس ايدك، دماغي مش فايقه. يا حبيبي انت مش طايقني ليه؟ انت بقالك اسبوع بعيد عني وانت معايا، ولا مش حاسس؟ مش حاسس كمان ان البيت بقى فاضي؟ لا فيه لا اكل ولا شرب ولا اي حاجه خالص، حتى الفلوس اللي كانت معايا خلصت. لحقتي؟ يا اشرف هو انت دايب حاجه؟ معلش نهار العينين. بكره الصبح بقى انزل افتح المحل. محل ايه يا ابو محل؟ هو في حد بيحلق في الايام السوداء دي وكمان في وسط البلد؟ طب عايزين اعمل ايه؟ اعمل لك ايه طيب؟ خلاص ما تعملش، روح انت بقى المحل وانا هروح عند ابويا. ولا انت عايز تسيبني هنا لوحدي البلطجيه يقطعوني؟ على الاقل ابويا قاعد في البيت. بكره الصبح باخدك وانا نازل معايا. والسلام عليكم. البعض كان يمتطي خيول دخلت للميدان، وكان هناك اشتباك بين المتظاهرين وبين من كانوا على الخيول، وتم الامساك ببعضهم واسقاطهم عن خيولهم. يا خالد تعالى! اقفل يا اشرف البلد بالجميله وانت جاي من كسر المحلات! الحقونا! ميه! حد مع ميه يا جدعان! حد مع ميه الحقونا! دور يا جماعه! حد بيتقطع! ميه! دمه بيتصرف! مفيش حد هنا! مفيش حد يجي! كابتن خش تعالى من هنا. خش يلا خش. حاسب على المهل. قعدوا هنا.
روح على الدكتور، روح على الدكتور انت بسرعه، يلا يلا. هاتوا معايا الحوض، هاتوا معايا الحوض. بالراحه بالراحه بالراحه، مفيش حاجه ان شاء الله. خير 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 خير. ده ما بيبطلش نزيف يا دكتور. عندك حاجه في سبيرتو يا سبيرتو. اسمي اشرف سبيرتو. اجمد اجمد. يا عم سيبني بقى خلاص. يا عم سيبني. يخرب بيت شهوتك كده يا فرد، ايه اللي عمل فيك كده؟ اللي انت عامله في المحل ده يا سبيرتو. مالكش دعوه، تعالى اقعد اقعد على الكرسي. تعال شوف الدكتور ده، تعال شوف. يا عم ما تخافش، دي تعويله بسيطه. انت كويس؟ الحمد لله. رمي الجرايد خلاني احسن واحد يحدف طوب. هات بنج يا سبيرتو. لا لا لا، خلاص من غير بنج يا دكتور. يا ابني هتستحمل؟ استحمل، بس خلصني عشان عايز الحق الميدان. ما تخلص بقى يا دكتور. ما تسكت بقى، انت هتخليه يشوف شغل. الله استحمل. ها بالراحه يا دكتور والنبي، الله يخليك. بس امسك نفسك. خلاص بقى يا دكتور، كفايه. يلا سلام يا سبيرتو. خد بالك من نفسك يلا. الو. يا شيرين. لا انا لسه ما روحتش، لسه في المحل. الحمد لله ربنا رزق والدكان اشتغل. طب بقول لك ايه، اقفلي دلوقتي خلاص واكلمك بعدين. هكلمك بعدين. سلام سلام. معاك انا دكتور، معاك. هتبص هنا يا زميلي. حاضر. بالراحه يا زميلي. قعدوا هنا، قعدوا هنا. بالراحه بالراحه. ده جرحه مفتوح قوي يا دكتور. وريني كده مايله عليا. ده محتاج يتخيط. خيط الواد يا سبيرتو. خيط الجرح يا سبيرتو، هتتفرج عليا؟ لا لا حاضر 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 حاضر، هخيطه حاضر. اثبت. أيها المواطنون، في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد، قرر الرئيس محمد حسني مبارك تخليه عن منصب رئيس الجمهورية، وكلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإدارة شؤون البلاد. انا اسمي اشرف حضرتك، واصحابي في الحقيقة يا شيرين، جوزك في التلفزيون. طب قول لنا يا دكتور اشرف. انا مش دكتور حضرتك، لا خالص. انا ان شاء الله صاحب المحل الكوافير ده، وده اليونيفورم بتاع المحل حضرتك. بس هم قالوا لنا ان انت كنت بتعالج المصابين عندك. لا حضرتك، انا ما عملتش غير الواجب مش اكتر. دول كلهم اصحابي واخواتي واهلي وحبايبي يعني. طب تحب تقول ايه لمصر في يوم زي ده؟ انا بحب مصر جدا جدا جدا. ومع الثوره. يا حبيبتي يا مصر يا مصر يا حبيبتي. شيرين، ايه اللي جابك؟ مش هتقولي ازيك الاول وانا ما وحشتكش؟ وحشتي. خير؟ يعني كنت عند الدكتور فقلت اعدي عليك. دكتور ليه، مالك، في ايه؟ انا شلت المانع على اشرف. اشرف 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 في الشارع. عندك حق، معلش.